السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ قبل ما ابدا الفيديو يا جدعان عايز اهني كل اخواتنا المسيحيين وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب. نخش في فكره الفيديو على طول. طيب يا جدعان انا النهارده مش عايز اطول عليكم. انا النهارده اقسم بالله وانا قاعد كده والله ما في دماغي اي حاجه، جت معايا ان انا همثل واعيط. ايوه همثل واعيط، وهعمل الدور ده على مين؟ على احمد وعلى اللي في البيت، ان انا تعبان ومش قادر اخد نفسي وهعيط وهتقمص الدور. هي جت كده اقسم بالله ما محضر لاي حاجه، هم كلهم قاعدين بره، انا دخلت وقفلت الباب عليا. انا همثل ان انا تعبان ومش قادر وهعيط وهعيش دور كئيب قوي، وان انا تعبان وممكن ازود كمان واقول لهم ان انا جالي السكر ومش عايز اعرف حد. يعني لو زودنا قوي عشان ايه؟ نتقمص في الشخصيه. اقسم بالله يا جدعان انا مش محضر لاي حاجه. انا جاي النهارده كده طلبت معايا بتمثيل تقمص دور التعب والزعل. عارف لما تتقمص دور واحد تعبان او واحد زعلان او كده؟ عارف لما تتقمص دور ان انت تخلي اللي قدامك انت تصعب عليه قوي؟ يعني انا من اللي انا هعمله انا هيصعب عليا نفسي انا همثل النهارده يا جدعان تمثيل جامد. اكتشفوني النهارده خلاص. هي طالبه بجنان. انا قاعد هعيط، هيدخلوا عليا بعيط وزعلان وتعبان وقلبي بيوجعني وجالي بصوا مش هحرق، سيبوا يا جدعان. ماشي هنبدا سنه جديده. تعب والارهاق والفرهده طبعا يا جدعان كل ده هزار، يعني كل ده هزار، بس انا مش عارف متحمس، الحماس واخدني شويه. جاهزين يا جدعان؟ جاهزين، يلا بينا. بس يا جدعان قبل ما نبدا الفيديو دوت ما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان خلاص قربنا على النص مليون، وعقبال المليون يا جدعان. وعايز الناس كلها تقول لنا مبروك في الكومنتات، وانتظروا فيديوهات ضرب نار مني جايه يا جدعان. وما تنساش تدوس لايك للفيديو دوت لو عجبك، كده هيعجبك، فانت هتدوس لايك. فانزل يلا دوس دلوقتي وخلص قبل ما نبدا الفيديو. يلا بينا نظبط الكاميرا ونبدا في الفيديو. قشطه يلا بينا. طيب يا جدعان احمد اخويا قاعد بره وانا مش عارف ادخله ازاي الصراحه. قاعد مع العيله كلها بره، اخواتي واولاد اخواتي وكلهم بره، بس انا عرفت اخواتي بعت لهم على الواتس انا بعمل كذا كذا كذا، ومهما حصل ما تدخلوش الاوضه علشان ما يبوظوش الفيديو ويطلعوا فيه. تاني حاجه انا اما احمد يجي يدخل هنا واتقمص عليه الدور هقول له انا مش عايز اي حد يعرف، انا مش عايز غيرك انت اللي يعرف، ما تعرفش حد من اللي قاعدين بره. ليه؟ عشان مثلا ما يروحش خارج قايل لهم حاجه وكده وهم ما يدخلوش عشان انا معرفهم، فالفكره يفقس الفكره. فهمتوا يا جدعان؟ دلوقتي انا هعمل ايه بقى؟ هخلي امي تدخله هو الاوضه بالحق. تاني حاجه انا دي معايا عشان لو خرج ولا اي حاجه وانا ما عرفتش اعيط اروح اعيط. بس يا جدعان انا فطمت امي على كل حاجه. ها بس اقول لكم حاجه، عايز ايه؟ احط ايه القطره ديت؟ حطيت 4 نقط ولا واحده دخلت جوه عيني، بس عادي المهم ان هي بتدمع وخلاص. انا عاديه وجالي ايه ده؟ مالك يا ولا؟ اقفل الباب يا احمد. اقفل الباب يا احمد. اقفل الباب يا احمد. في ايه؟ اقفل الباب يا احمد. في ايه؟ في ايه؟ انت بتعيط ليه؟ ها؟ في ايه؟ يا ابني ايه يا عم؟ انت بتعيط ليه؟ تعبان مالك؟ ها؟ سيبني والنبي سيبني، مش عايز حد يعرف حاجه. في ايه يا ابني؟ سيبني. طب في ايه؟ مالك ايه تعبان دي؟ ها؟ تعبان ازاي يعني؟ انت بتعيط ليه؟ ايه؟ تعبان. ليه بقى؟ كان بقالي كام يوم. يعني ايه مش فاهم؟ ليه يعني مش بتعيط ليه؟ انت بتعيط ليه عشان تعبان؟ ها؟ مش عايز حد يعرف حاجة بالله عليك. طب ماشي في ايه؟ ما هو قفلت الباب. في ايه يا ابني؟ يا ابني مالك في ايه؟ تعبان قوي. مالك بقى ليه؟ يعني ايه تعبان دي؟ رحت عملت تحاليل. تحاليل؟ عملت ايه؟ مين اللي خلاك تعمل تحاليل؟ مش فاهم. انا كل شويه بحس بدوخه وبتعب. ايه المشكله يعني؟ ايه دوخه وبتتعب؟ ما كلها بتدوخ وبتتعب وبيجي لها برد وفي ايه؟ لا الدكتور قال لي انت جالك السكر. ايه؟ سكر؟ حرام عليك بعد الشر اللي انت بتقوله، انت عبيط يا ابني. والله على كلام ده فين ده؟ دكتور ايه ده؟ فين ده؟ دكتور محمد. انت رحت انت ومين؟ سكر. متعرفش امك ولا اخواتك بالله عليك. انت رحت امتى؟ ها؟ لسه عارف النهارده. يا عم ايه ده يا عم؟ نروح لدكتور تاني يا عم، يمكن ده بيبقى غلط. يا ابني محمد، يا ابني
طب انت بتعيط ليه طيب؟ ها؟ عشان انا شكلي السنه هتبقى وحشه عليا قوي. يا عم حرام ليه اللي انت بتقوله ده؟ والله السنه شكلها بص بدأ بايه؟ السنه هتبقى وحشه عليا يا قوي. عم بعد الشر يا عم، مفيش الكلام ده، احنا هنروح لدكتور تاني يا عم. يمكن ده غلط يا ابني. انت ايه؟ انا مش عارف ايه اللي خلاك تروح تعمل تحاليل اصلا، يعني ليه؟ تعبان، انا حاسس بتعب وده بس مش عايز اعرف حد. تعب ازاي بقى؟ تعب ازاي يعني؟ تعب في دماغي على طول، دايخ وتعبان. وساعات كنت دخت قبل كده في الشارع، وادوخ وانا راكب السكوتر. جديدة دي، انت عمرك ما قلت لنا الكلام ده. انا ما قلتش لحد. ازاي يعني؟ ما قلتش لحد. مش عايز امك تعرف ولا حد يعرف اللي عنك. ليه انا كده مع نفسي؟ واحد يا رب يموت ويخلص يا عم. يا عم بعد الشر يا عم، اقعد بقى. اهدى يا عم، اهدى يا عم. اقعد. طب اقعد انت، واقف تعمل اقعد. بس خلي بالك كويس ان انت بتروح الجيم. خلي بالك الجيم بيحرق الكلام ده كله، ده لو في اصلا، بس الكلام ده يعني ان شاء الله مفهوش. احنا بكره هنروح لدكتور تاني. يا ابني قال لي ما تلعبش رياضه. مين ده؟ هو الدكتور. ازاي يعني؟ قال لي ريح نفسك اسبوعين. ليه؟ يا عم اهدى يا عم بقى، اهدى يا عم، اهدى يا عم بقى، اهدى. السنه هتبقى وحشه يا عم، هتبقى زباله. اعوذ بالله من بادئه بالسكر والقرف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه يا ابني بتفول كده يا ابني؟ يا ابني اقعد يا عم، تعالى تعالى يا عم. خلاص يا عم، خلاص. طب انت ليه ما قلتليش اجي معاك طيب؟ ليه ما قلتليش اجي معاك؟ كنا رحنا لدوت، كنا رحنا لواحد تاني، كنا دورنا. لكن انت رحت لواحد كده خدت منه، يعني اداك ايه؟ فين هي الاشاعات؟ طب ولا هو فين دكتور محمد، ده دكتور محمد. طب ما اداكش علاج روشيتا؟ ما اداكش اي حاجه؟ ها؟ فين؟ طب فين نتيجه التحاليل ولا فين الحاجه؟ انا لسه ما اتاكدتش. ما انا بقول لك عشان كده نروح لواحد واثنين. هو قال لي انت كده السكر، بس التحاليل لسه هتطلع. طب من ايه بقى جالك ده؟ يعني من ايه؟ ما اعرفش، ما السكر بيجي للناس من ايه؟ هي مصر كلها عندها السكر. بس انا لسه صغير يا عم. خلاص يا محمد، ايه ده يا محمد؟ ده قضاء ربنا. طب انت يا عم انا لسه صغير يا عم. انت هتقعد على قضاء ربنا؟ خلاص يا محمد، ايه ده؟ انت بتعيط على ايه طيب؟ قول الحمد لله. يا احمد بالله عليك سيبني. خلاص طيب، خلاص طيب، خلاص يا محمد. يا ابني طب ده قضاء ربنا، هتعمل ايه؟ يا عم كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا يا محمد. ماشي، انا مش زعلان خلاص. وربنا هتخف وهتبقى كويس. السكر ما حدش بيخف. والله هتخف منه وهتبقى كويس. ما تقنعنيش بالله عليك، ما تقنعني بالله عليك، ما تقنعني يا احمد بالله عليك. خلاص طيب يا محمد، خلاص طيب، خلاص يا عم نهدى. يا عم اهدى خلاص يا محمد، في ايه؟ ده قضاء ربنا. طب هتعمل ايه؟ هتعترض على قضاء ربنا؟ قول الحمد لله. اي حاجه حلوه وحشه قول الحمد لله يا عم. ماشي. بقول لك يا عم، انت تقوم تريح. قوم. طب قوم على السرير. طيب قوم على السرير. اجيب لك ميه طيب؟ ها؟ اجيب لك ميه؟ امسك. طب اشرب يا ابني، امسك اشرب. لو خدت العلاج وكل حاجه كأن مفيش اي حاجه، بس انت منتظم عليه وهترجع الجيم تاني. هو الجيم اصلا بيحرق الكلام ده كله، مش هتحس بالكلام ده والله. خليك جنبي يا احمد. يا عم ما جنبك يا عم، ما تقلقش. خليك جنبي يا احمد. ايه ده يا محمد؟ مفيش حاجه
حاجه يا محمد. محمد خلاص يا محمد. عم خلاص بقى يا عم بقى، خلاص والمصحف يا عم هتبقى كويس وهتخف خلاص يا محمد. يا عم ما تضايقش انت نفسك، انا تمام يا عم، انا تمام. ما انت عمال تعيط ليه طيب؟ لا يا عم مش بعيط يا عم، انا خلاص مسحت كل حاجه. سيبني بقى، سيبني لوحدي بالله عليك، سيبني انا لوحدي. يا عم ماشي. انت زعلان؟ طب ماشي، انا هعرف افكك دلوقتي. وهيعمل ايه يا جدعان؟ هيعمل ايه؟ القطرة دي عملت معايا فوق الصح، مش عارف ما كنتش عارف اعيط. بس بص بقى خلوه بيعيط ازاي. عارف بيقول لي ايه؟ بيقول لي بخلوه بيعيط ليه؟ بقول له انت تعبان شويه. قال لي طب انا عندي فكره اقول لك عليها. بقول له ايه؟ قال لي اروح اجيب له حاجه حلوه كتير. يا عينيا يا عينيا. ايه يا دود؟ امسك يا عم، امسك دي بقى. الكلب حرقت لي عيني، اقسم بالله حرقت عيني جامد قوي. بيقول لي انزل اجيب احمد حاجه حلوه. الواد بره بيقول اوعى يا نوح، بس يا نوح تعالى. هتجيب لي حاجه حلوه ليه بقى؟ ليه انت اللي ربنا بيبرده؟ هتجيب لي حاجه حلوه ليه؟ كده ليه بقى؟ انت بتعيط. بعيط ايه؟ بهزر يا عم. القطعه بتهزر؟ والله القطر حرقت لي عيني اقسم بالله. الكعبه حرام. القطر حرقت لي عيني جدا. انت عارف يعني ايه يا محمد بتقول انا عندي السكر؟ يا عم السكر انت السكر ده انا كنت عايز اقول حاجه اقوى من كده. السكر يا عم، السكر ده عند مصر كلها. لا بس لما يجي لك وانت شاب ليه؟ لا طب انا والله اصحابي عندهم سكر كتير يا ابني. السكر ده عادي، بس انت بقى اللي تقمصت ولقيتني انا بعيط. بس حرام حرام انت لما تدعي مره حرام حتى لو بتهزر. ولا بني شربت معلقه يا بني. بقول لك ايه؟ قول للناس كل سنه وانتم طيبين. كل سنة انتوا طيبين. وميري كريسماس عليكم كلكم. وميري كريسماس كلكم.